فإن شاء الله عما قريب نفرح الناس بدخول القوات المسلحة لهجليج. الحرب للقلب الجليل حبيبة ما دام غايتها إلى التوحيد، والناصرون الدين يا لنفوسهم كيف استحال مضاؤها لحديد. صدقت بهم يوم النزال عزائم في الله غايتها وفاء عهود، فتبدد الحشد الغفير ولم يعد أبدا رشيد رجالهم برشيد. نعم أيها المشاهدون الأوفياء، نحن هنا مع الجنود في الخطوط الأمامية، جنود القوات المسلحة البواسل الذين لقنوا العدو درسا لن ينساه أبدا. الإخوة المشاهدون الأوفياء، على امتداد عالمنا العربي والإسلامي، السودان اليوم كله يصوب النار نحو هجليج. والسودان اليوم كله هجليج يتداعى لها بالسهر والحمى. هجليج اليوم ليست مجرد قطعة أرض نفلحها وننتظر ثمارها. هجليج ليست مجرد برميل بترول يخرج من الأرض ليعود علينا بالدرهم والدينار. جاءنا الخبر في الجزيرة ساعة الفريق عبد المنعم وأنا أولادي ما تلوموا. سمح الخبر جابوه، أولادي ما تلوموا، دخلوها وصغيرة حام وأنا فوقهم بجيب كلام. تحية الكتيبة 104 فرقة الأولى مجاه، ونحن في ذاك يا وطن وقت الخيول الدبكن، ونحن في ذاك يا وطن وقت الحراب الشبكن، نحن في ذاك يا وطن وقت السيوف الشبكن، وحباب الصبي القارح، حباب الصبي القارح صبي الجزيرة دشاش دموع البيمكن. تحية لهذا النظام يا اخواننا، من الآن فصاعدا شغل حق استعادة الحق ليج وجوا إن شاء الله. لكن هجليج اليوم هي عازة التي غنى لها الخليل، وهي كرري التي فدينا الرايات فيها بآلاف الشهداء. هجليج اليوم سيفنا وعزنا ومجدنا وكرامة شعبنا. طلعت تفكر يا عميل بعد الصفوف تهجمها ويظن التراب ويبتظن التراب أين لك نسلمها، فجدنا يا ما تلقزون. نسقيك كاسات من دماء وتعيش عملك بعيد، وعلى الارض من السماء، وعلى الارض من السماء. الله اكبر الله اكبر، الحق وشفاينا صدور ناريه في السماء. لقد ظل السودان يقتسم أرضه وطعامه مع كل الجيران، وشعبه المعطاء ظل يفتح قلبه لكل شعوب الدنيا. السودان اليوم قلبه ينبض هناك في هجليج، والرجال الذين خرجوا إلى هجليج يعرفون جيدا عدوهم، وقد خبروه لسنوات خلت، لكن الخروج هذه المرة شيئا آخر. ودقشوها وسجارة حام السجارة اللافة بغادي دي كلها شبعت. ما عندنا لكم كلام كثير، وانا ما عرفت بكم الليلة زمان في مشكورة. فانا ذكرني اخونا العميد ادم هارون في رسا في اودي وفي خور كبريت وجوه جوا وريتوهم حاجة، والليلة برضو وريتوهم حاجة، وبكرة حتوروهم حاجة. أخطأت دولة الجنوب حين أقدمت على دخول هجليج،
وأخطأت أكثر حين ظنت أن السلاح والقوة يمكن أن يحقق أوهام الحالمين. الناس جاهزة للتحرك، جاهزة الآن للتحرك، وما عندنا أي مشكلة. مشكلتنا إلا الدخول لهجريج. ونحن تعاهدنا وعاهدنا الله وعاهدنا أنفسنا، قلنا الراجل معانا، المرأة يمشي هناك. خلاص أنا قلت لكم ونحن ثبتنا. لقد ظلت الحركة الشعبية منذ قيامها في مطلع الثمانينيات تقاتل، لكنها لم تحقق مكسبا إلا عبر منبر التفاوض. يعني شغلكم شرفنا شرف كبير جدا، وشرف الشعب السوداني كله. ولانه ده حال الجيش حقيقة، دي الصورة اللي عكستوها دي الصورة بتاعت الجيش اللي احنا بنعرفه وخرجنا معاهم. حقيقة الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. وحقيقة الجيش ظل يقاتل في كل الجبهات، وما تحقق من الجنوب ما تحقق الا بالسلام، ما تحقق بحرب اصلا. الناس اللي بحرب ما قدروا يستلموا اي مدينة لغاية ما جاء السلام. ودي الحالة كانت الناس قاتلوا في الاحراج وفي توريت وفي كل المواقع، والتاريخ ده يا جماعة معروف بالنسبة لكم ومعروف بالنسبة لنا. وغير كمان ما دي المرة الأولى ان احنا كمجاهدين نلاقيكم، لاقيناكم قبل كده في رساي، ولقينا 100 وحاجة دي في 92 في توريد. حقيقة 100 وحاجة معروفة والجيش معروف، وده شرف كبير بالنسبة لكم انتوا الليلة تعكس الصورة دي حقيقة. عشان كده نحن حالكم ده سرانا سرور شديد جدا جدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وحقيقة قادتكم السيد العقيد حسين والمقدم خالد وبقية الغالي حقيقة هم شرفوا الشعب السوداني وشرفوا القوات المسلحة. وده تاج حقيقة، ده تاج حقيقة، وده فضل عليكم على كل الشعب السوداني من عملتوه الليلة. وحقيقة ان احنا اللي عملتوه سرانا وعجبنا وعجب كل الشعب السوداني. عشان كده مما بدت الحكاية دي الرجال كلهم خلوا شغلتهم كلها وقالوا المعركة الحقيقية المعركة شنو؟ المعركة قدامنا دي. والمعركة دي الحمد لله اخوانكم الليلة تقدموا. وحاليا وصلوا على مشارف هجريج. وبإذن الله سبحانه وتعالى النصر آت. ونحن حقيقة موضوعنا ما هجريج بس، النامل لازم نوريه حاجة المرة دي. لازم نوريه حاجات كثيرة عرفوها زمان قبل السلام، لكن الظاهر الناس الجوجي ذاتين نسوها. الله اكبر. الجوجي ذاتين يا جماعة قاموا في ظل السلام، نذكرهم والله، لازم نذكرهم بالماضي الكثير. اليوم نعلنها للعالم أجمع بأن دولة الجنوب قد اختارت البندقية لغة للتخاطب، وعليها أن تتحمل تبعات ذلك. لا تفاوض بعد اليوم مع من خان العهود والمواثيق، وهجليج موعدنا. واستلمنا دبابتين حيات غايتكم ده طلع فيها من فوق هناك. ودمرنا للعدو دبابتين، وحسي الان ناسي في اللحظه دي بيستلموا في عشرات العربات وفي الاليات وفي السلاح والغفله دين من هنا لحد هناك في الردميه. واكد لكم يا جماعه يا رجال اكد لكم انه الضربه اللي ضربوها الناس ديل امبارح هم حتى الان انا بجيكم احنا بنتابع الناس ديل من هنا حسي حدا وربكونا مكسورين وبيضربوا لهم في التلفونات وبرجعوا فيهم. اذا يا جماعه ما فضل شيء كثير، نحن باذن الله سبحانه وتعالى انتوا ابطال اللواء 56 زي ما قال